في كل قعدة لازم تلاقيه سواء على القهوة أو في الشغل أو في العيلة أو حتى في الكومنتات. الشخص اللي بيبص لك كده من فوق لتحت وينفخ ويقول لك أنا مش بحكم على حد، بس الولد ده ما شافش تربية، أو البنت دي شمال، أو فلان ده بخيل. فساعتها تعرف يا باشا إن سيادة المستشار حضر خلاص، لا معاه روب ولا ميزان، ولكن عنده قدرة خارقة إنه يحكم على الناس من نظره ويصنفهم في دماغه كأنهم ملفات في المحكمة. سيادة المستشار هو الشخص اللي فاكر نفسه نازل من السماء، ماسك معاه كتالوج الأخلاق وقاموس الذوق وكتاب الحكم على البشر. شخص عمره ما بيحاول يفهمك، هو بس عايز يحكم عليك، سواء من لبسك أو من طريقتك في الكلام أو من صورتك على الفيسبوك، أو جايز من الأغنية اللي أنت مشغلها كمان. فبتحس إنك دخلت لجنة تقييم في مسابقة من غير ما تكون مشترك فيها. رقم واحد ده عنده شعور دفين بالنقص، فبيحاول يعوض ده بإنه يقلل من اللي حواليه، زي اللي بيقول على أي حد ناجح يا عم ده محظوظ مش أكتر، أو يقول على حد مختلف أكيد الولد ده تنشن عشان بيحاول يلفت النظر. رقم اتنين بيخاف من كشف نفسه، فلو شاف حد بيعبر عن رأيه بحرية بيتنرفز. طيب ليه؟ لأنه مش قادر يعمل كده فبيهاجم اللي يقدر. رقم تلاتة إنه اتربى في بيت كله أحكام من وهو صغير، كانوا بيقارنوه، يقولوا له شوف ابن خالتك عامل إزاي، شوف ابن عمك عامل إزاي. فكبر على فكرة إن الناس لازم تتقارن وتتقيم وتتجلد. عندنا منهم يا صديقي أنواع كتير، منهم المستشار الديني اللي ماسك فتوى في إيده وبيوزع حسنات وسيئات على مزاجه، يقول لك أنا مش شيخ بس الواد ده الشيطان مسيطر عليه ونهايته هتكون وحشة. وفي المستشار المثقف اللي لو ما قريتش نيتشه تبقى جاهل، أو لو بتتفرج على برنامج ترفيهي تبقى سطحي. وفي مستشار الرجولة اللي لو شافك بتتكلم عن مشاعرك يقول لك أنت كده مش راجل، هو أنت ست إيه للحريم يا عم. وفي مستشار النجاح اللي هو أي حد ناجح أكيد واسطته تقيلة وضهره مسنود. طب لو واحد فقير أكيد ما اشتغلش على نفسه كفاية أو ما أخدش كورسات. وفي مستشار السوشيال ميديا ده واخدها شغلانة بقى، إنه يحكم على البوستات، الستوريز، الصور واللايكات، وغالبا مش بيسيب لايك. ساعات بنكون إحنا سيادة المستشار وإحنا مش واخدين بالنا لما نحكم على حد من أول مقابلة، لما نضحك على حد لأنه مختلف، لما نقول لحد إيه اللي أنت لابسه ده. كل دي لحظات بننصب نفسنا فيها قضاة وإحنا مش مدركين إننا بنكون أشخاص سامين في الوقت ده. بصراحة أنا بحكم عليك دلوقتي، أيوه من حقي أحكم عليك إنك لسه معايا لحد دلوقتي ولسه ما عملتش اشتراك في القناة. بيخلّي الناس تخاف تظهر نفسها الحقيقية، بيقتل الإبداع والاختلاف، بيدوس على الثقة بالنفس، بيخلق بيئة مليانة خوف مش تفاهم. والأخطر من كده إن في ناس هشة بتبدأ تحكم على نفسها بنفس الطريقة وتحس بالذنب حتى لو هي بتتنفس عادي. الدين مش مع سيادة المستشار، الدين ضده. الغريب بقى إن سيادة المستشار تلاقيه ساعات داخل عليك من بوابة الدين، يقول لك أنا مش بحكم وربنا قال كده، وكأنه واخد توكيل رسمي من السما. بس الحقيقة الدين ما فيهوش الحدة دي. الدين مش مطرقة، الدين ستر ورحمة وفهم. ربنا بيقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يعني مش بس ما نحكمش، لا ما نظنش حتى. وعايزك تبص هنا على موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد الصحابة قتل واحد في المعركة بعد ما نطق الشهادة. النبي ساعتها قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هل شققت عن قلبه؟ هو الصحابي اعتقد إن الراجل ده نطق الشهادة علشان خايف. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيعترض، ده بيوجه رسالة إنك ما تعرفش نية الناس فابعد، ما تبقاش فظ في كلامك ولا ظالم في حكمك. الدين مش بيقول لك تبقى لجنة تفتيش، الدين بيقول لك افترض حسن النية، استر، حاور وافهم قبل ما تصنف. لو سيادة المستشار بيستخدم الدين كحجة، الدين بيقول له اقعد على جنب بقى، ده مش شغلك. دايما افصل بين الرأي
والحكم. قول أنا مش فاهمه بدل ما تقول ده تافه، اسأل بدل ما تفترض. ممكن تبقى شايف تصرف غريب، جرب تسأل نفسك ليه حصل كده بدل ما تقول أكيد غلطان. ادي مساحة للاختلاف، مش لازم الناس تعجبك علشان تكون كويس، ومش لازم تشبهك علشان تكون محترم. افتكر إن كلنا عندنا ظروف مش باينة. طيب أنا مش سيادة المستشار، بس عندي واحد منه في الشغل أو في العيلة أو داخل لي في كومنت بيحكم على لبسي أو ديني أو طريقة ضحكي. مطنيش هو اللي أزعق له ولا أعمل له بلوك وأخلص ولا إيه؟ خلينا نفكر سوا وندي شوية طرق فعالة. رقم واحد، افهم هو جاي منين. الشخص اللي دايما بيحكم على الناس غالبا جواه فراغ، مش مرتاح مع نفسه، فبيحاول يلمع نفسه بمقارنة نفسه بغيره. انت مش مطلوب منك تريحه، بس لما تفهمه ده هيساعدك تبطل تتأثر بكلامه. رقم اتنين، ما تدخلش معاه مصارعة في الوحد. لما تدخل نقاش مع حد ما بيسمعش، بتطلع من الحوار مشحون ومصدع ومهزوز. فكر كده، وانا داخل اقنعه ولا انقذ نفسي؟ اختار نفسك يا معلم. ودايما رد بكلمة بس خليك هادي، لو مضطر ترد خليك بسيط وراسي. قول له مثلا انا شايف ان كل واحد ليه ظروفه، او مش كل حاجة باينة على الوش. ساعات الكلمات دي بتفككوا اكتر من الف جدال. ودايما يا صديقي حافظ على حدودك النفسية. يعني لو عندك حد زي ده في حياتك، حاول تقلل احتكاكك بيه على قد ما تقدر. في فرق كبير ما بين التسامح والتساهل مع الأذى. واوعى تبقى نسخة منه. أسهل حاجة تقولها هوريه بقى يعني إيه أحكام، بس صدقني لما تبقى زيه بتخسر نفسك قبل ما بتكسب المعركة. خلي بالك فخ الانفعال ده معمول علشان تقع فيه، وانت مش هتقع. صح. سيادة المستشار شخص إحنا كلنا عرفناه وكلنا خُفنا منه، وساعات كنا هو، بس الحقيقة الناس مش محتاجة قضاة، الناس محتاجين اللي يسمعهم، محتاجين مساحة يغلطوا فيها ويتعلموا من غير ما يتحكم عليهم بالسجن المؤبد في دماغ شخص غريب، وبس كده.